السلام على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الناجتس مع بعض بأبسط طريقة، وهتعملي كمية وفيرة جدا. أنا عملت 40 قطعة بصدر فرخة واحد، حوالي نص كيلو. عملت 40 قطعة من اللي انتوا شايفينها، طلع في منتهى الجمال. بس ضفت إضافة عليه اللي هو البطاطس المهروسة، يعني حبتين بطاطس كده حوالي 300 جرام أو ربع كيلو. سلقتهم وهرستهم. وده صدر فرخة قطعته قطع كده صغيرة عشان هفرمه، وبصلاية كبيرة وبضاية واحدة، وثلاث معالق نشا عشان يبقى مقرمش من بره كده. والبهارات فلفل اسود وملح وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، وبودرة المرقة اللي هي المرقة الفورية. هنحط الحاجات المكونات دي كلها في الميكسر، بس الأفضل يعني آه تفرموا البصل كويس جدا الأول، لأن عذبني، لأن الميكسر بتاعي صغير فعذبني شوية في البصل، لكن بقية الحاجة لا، اتفرمت في منتهى السهولة. هنحط البهارات بتاعتي. أنا حطيت نص الكمية عشان الميكسر زي ما بقول لكم صغير، نص كمية من كل حاجة. لو الميكسر بتاعك كبير هتحطي الكمية كلها، بس احسن يعني تفرمي زي ما بقولك البصل يبقى مفروم قبل ما تحطيه. هنفرم الكمية كلها على بعض. زي ما بقول لكم نص كيلو فراخ، وربع كيلو بطاطس، وبصلاية كبيرة كده مفرومة. هندهن ايدينا بالزيت، وهتشكلي الناجتس بتاعك قطع كده مستطيلة كده، او بالشكل اللي يعجبك. هتطلع معايا 40 حباية، 40 قطعة عملتهم. ما شاء الله، عمل لي كمية كبيرة جدا ووفيرة جدا. ولادي ما بقوش مصدقين اللي انا عاملاه بالبطاطس، ما كانوش مصدقين اللي انا حاطاله اضافة او ضايفة عليه حاجة. يحسبوه فراخ بس اول واخر، من طعمه اللي كان طعمه في منتهى الجمال. هنشكله كده بالظبط، وهترصيه في حاجة، يا إما تشكلي وتحطي على طول في البقسماط بتاعك يعني، أو في البقسماط بتاعك. أنا جايبة البقسماط بتاع البانيه ده، هو الخشن، ممكن تجيبيه من الناعم مفيش مشكلة. وتحطي عليه معلقتين نشا برضو، علشان زي ما بقولك يقرمش معاكي. وطلع مقرمش من بره وطري من جوه، كان في منتهى الروعة. هنعمل الكمية كلها، وبعدين هنقلي مع بعض الكمية مع بعضينا. زي ما بقولك اهو، هتحطيه كده، تحطي في البقسماط بتاعك، وزي ما انت شايفة كده بالشكل ده. وهنبدأ نحطه في الزيت بتاعنا. المهم الزيت ما يبقاش سخن قوي ولا بارد قوي، متوسط الحرارة، علشان ما يتلسعش منك ويغمق او يشرب زيت. لا، مش هيشرب زيت معاكي خالص، الحرارة تبقى متوسطة. في نفس الوقت هيبقى مقرمش واخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه، في نفس الوقت من جوه طري ومستوي معاكي. اول ما بتبصي تلاقيه لون معاكي وتلون اللون الذهبي، بتقلبي على الناحية التانية، بصي تلاقيه معاكي الكمية كلها استوت معاكي، وعملت كمية وفيرة. طلع في منتهى الروعة، مقرمش من بره وطري من جوه ومستوي. ولادي كمان ما كانوش عارفين، اكلوا منه ما كانوش عارفين اصلا اللي جواه بطاطس، ما عرفوش غير بعد ما خلصوا اكل، ما كانوش مصدقين ان جواه بطاطس، لان مش حاسين بطعمه خالص، حاسين بطعم الفراخ بس. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، وكانت معاكم فادية ياسر.